تعالوا بقى نجرب منتج جديد من منتجات لاستر الحلوة دي ونشوف هيعمل ايه معانا في البقع الرخمة اللي على الانتريه ده. دي بقع اي شادو وروج ومكياج وحاجات كده كتير وبهدلة وجاف كتير يعني. المهم احنا هنجيب شامبو المفروشات ده من بتاع لاستر، وفي كمان عبوة كده بتاعة بقع بتشيل البقع الصعبة. ممكن ما نستخدموش لو مفيش بقع جامدة يعني. هنحط من هنا على لتر مية فنجان يا دوبك من الشامبو ده، ولو في بقع نحط غطيين صغيرين من مزيل البقع. تمام. ونفضل نضرب 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 كده في المية بايدينا عشان لحد ما نطلع رواق. احنا مش هنستخدم غير رغوة، اللتر مية ده هيتحول معانا رغوة لآخر سنتي، وهتشوفوا في الفيديو ده ان شاء الله. باخد الرغوة كده يا دوبك وبحطها وبغسل بالليف او السفنجة بتاعة المواعين دي. البقع كلها بتختفي في ثانية، في ثانية ما شاء الله يعني. فظيع، بيوفر علينا وقت كتير جدا جدا جدا. وحلو بقى في الغسيل الناشف سواء على السجاد او المفروشات او الستاير او اي حاجة. اي بقع بيشيلها كده بفضل الله. والحبر كمان فظيع يعني. هنزلكوا برضو باقي ريفيوهات تانية غير الفيديو ده قريب ان شاء الله. يا دوبك كل ما تلاقي الرغوة راحت من المية تفضلي تضربي تاني بايدك، هيكون رغوة لاخر جزء، وتاخدي الرغوة وتدعكي، تاخدي الرغوة وتدعكي. وبعدين بتجيبي فوطة مبلولة كده شوية وتمشيها على المكان، بحيث ان لو في رغاوي ولا حاجة كده في المكان تروح. بس كده. بصوا ما شاء الله ما شاء الله يعني، بيرجع بجد جميل جدا جدا جدا. بصوا شكله. بصوا كده ادعكوا كده على السريع، مش هياخد معاكي وقت خالص. بصوا شكل الكنبه بعد ما كانت مبهدله، وبصوا الفرق بين دي وبين دي. التانية دي لسه ما اتغسلتش. بصوا بوريكم ان هنا خلاص نص الميه وبرده لسه بنعمل رغاوي. كل شويه تاخدي الرغاوي وتعملي. تعالوا نشوف الصالون ده. هو كده الكرسي ده مش وسخ، لكن عايزين نغير لونه حلو. بصوا لونه بقى ما شاء الله نور ازاي. غسيل على السريع، الكرسي ما خدش معايا 5 دقايق دعك كله. بصوا دول اخر غطا في اللتر الميه، برضو لسه بيعمل رغوه. هنا بقى لما حطيت هعمل هنا تاني يعني. بصوا لما حطيت السفنجة بس في المية عملت رغاوي لوحدها. بصوا برضو الكرسي ده عايز كده يرجع لونه حلو، وهو بقى لونه غامق شوية ومفروض اوف وايت. برضو هدعكه هجدد لونه للحلو. بصوا ممكن برضو تعملوا بالسفنجة زي ما انا بعمل كده. تقدروا تعملوا كده هتلاقوا الطبق اتملى كل ده من لتر ميه.